كابتن اسماعيل يوسف النهارده يعني نقطة التعادل دي شايف ان نادي الزمالك النهارده ادى مباراة كويسة ونقطة التعادل دي شايفها كبداية موسم يعني؟ لا كويس الحمد لله، يعني احنا اولادنا عملوا جيم كويس ولظروف خارجة عن ارادتهم النهارده حصلت برون. تمام. لظروف خارجة عن ارادتهم يعني الجيش عامله زون ديفنس واحنا عارفين متوقعين طريقة اللعب بتاعتها. انما بعد الهدف الاولاني في ضربة جزاء 100%، في ضربة جزاء ثانيه 100%، دي اللي حالت. لكن احنا الحمد لله رب العالمين ولادنا ادوا مباراة كويسة جدا. شيء طبيعي ان يبقى فيه هجمات مرتده ويبقى فيه خطوره علينا يعني. اهم الكابتن اسماعيل يوسف وكابتن حسن شحاته الفتره اللي جايه هيركزوا فيه مع اللعيبه، يعني بدايه موسم ويمكن الزمالك طبعا عنده جماهيره امل في بطوله الدوري. انا بقول للاعيبتنا وبقول لجمهورنا الحرب بدات بدري علينا. الحرب بدات بدري قوي علينا. طبعا امال تفسر ايه اللي بيحصل في الملعب؟ بيختاروا حكام كابتن اسماعيل وهم بيقعدون؟ لا الله اعلم. انا يعني ما بتكلمش على حاجه معينه، انما احنا لازم نبقى هاديين، لعيبتنا تبقى هاديه وجمهورنا يبقى اهدى، لان هيشوفوا من ده كتير. كل ماتش مش انذار للحكام كلها؟ انذار لمجلس الاداره عندنا لازم يتحرك. كابتن صلاح